ويلي تم الرجيم. الرجيم حرك. تشكر. سهمكم العافية. مطعم المدينة اسطنبول، أتيلر، فرع أتيلر. هذا الدجاج بالملح، وهذا ربع طلي على مود الريجيم، واني واخويا هلوني. هاي مال الريجيم. باع وعد بس ارجع لبغداد راح اسوي ريجيم وانتم كلكم وياي. انزل ال 15 كيلو زايده اللي انا قشمرتكم قلت لكم 10 كيلوات، صراحه هي 15. يما الشوكليت. انصهار. صباح الخير والعافية سنابي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير. اللي ردت أحكي وياكم بهذا الوقت المتأخر طبعا بموضوع كلش مهم. عن طريق الصدفة اليوم مساء شفت فيديو لأحد الأشخاص باليوتيوب يتحدث عن شركة نايك الرياضية للألبسة الرياضية. بالصدفة شفت أنه دا يحكون عن لوجو، أو أنه عارضة أزياء منتبهة على اللوجو هذا لشركة نايك، واللي يرمز إلى كلمة الله لفظ الجلالة عز وجل، استغفر الله العظيم. بالصدفة أنا مشترية من نايك هذا الترين شوز، وقلت بالصدفة خلي أقلبه وأشوف. لما أشوف لقيت على أساس أنه انسحب من السوق، أو يعني لازم ينسحب من السوق. فلما قلبت الترين شوز شفت الكتابة هيانها واضحة جدا، وموجودة بعد هنا بداخل الدبان مثل ما تشوفون، فيعني بشكل. فطبعا صورت حتى أقول لكم اللي مشتري من نايك أنه خليه يتلف هذه الكتابة يذوبها، يعني حديدة بنار بأي شيء نذوبها، راح أذوبها حتى ألغي هذا الموضوع، حتى لا يبين طبعا الكتابة، ويعني راح أشوه الكتابة حتى يعني لا يصير علينا إثم طبعا. وهذا موضوع جدا مهم لازم كل الناس تحكي بيه، وفعلا لازم ينسحب من السوق ويتغير اللوجو إذا فعلا هم مو قاصدين، يعني شركة نايك. تحياتي طبعا لكل الناس اللي تتابعنا، وأكيد يبقى اسم الإسلام عالي وما حد يقدر يشوه صورة الإسلام والمسلمين. شوفوا تلفناها بهذه الطريقة بالجداحة، تلفت اللوجو. شوفوا تلفناها بهذه الطريقة. دا أشوفكم الدبان باعوهم عليه لفظة جلالة، هذا حكيناه بالسكينة وشلنا اللوجو كله. مرمروني الله يمرمرهم. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أعرف شو أقول.